بلي قالوا لسالم انا محال، كاميرا مخفية انت تديرها لنا، شحال عسيت روحي انا ديما وشحال من درت النية درتها بيا، وردوا بالكم وردوا بالكم. مشاهدينا الكرام على سلامتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من الكاميرا الخفية ردوا بالكم. الضيفة ديالنا اليوم هي الممثلة منيرة اللي جات باش تكون طرف الإقناع في الحصة الاجتماعية ديالنا. واللوكا تاعنا اليوم هو الحكاية تاعي بيني وبين الأم ديالي. دوك ندخل البلاطو ونسيو نهبلوها شوية ونشوفوا لا رياكسيون تاعها. ابقاو معنا. مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، سعيد جدا بان نلقاكم مره اخرى ضمن البرامج الاجتماعيه التي تطل عليكم من خلال قناه البلاد. اللي فات مات، وككل مره محضر خير دائما يحضر معنا في هذا البلاطو. تعودتم على كبار الفنانين، تعودتم على كبار السياسيين وحتى الرياضيين. اذا سعيد جدا باستقبال الفنانه والممثله يعني اللي حقيقه شرفتنا بحضورها معنا. منيرة، نقول لك نورتينا البلاطو، مرحبا بك معنا في برنامج اللي فات مات. الله يسلمك، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على هذه الدعوة، وهذا شيء شرف لي كبير انه نكون في وسطكم ان شاء الله. اذا مع بعض يعني منيرة راح نشاهدوا هذا الفيديو اللي راح يلخص لنا حلقة اليوم، اللي باذن الله راح نتمكنوا ان شاء الله بيك يعني، وبالحاله اللي موجوده معنا نتخطاو هذا الحاجز. بحلقة أم تتكلم خالتي الزهراء وتعبر عن أمنيتها في أن ترى من حملته وهنا على وهن في أحشائها 9 أشهر وسهرت وتعبت بلا كلل. حتى في هذه اللحظات الضيفة ديالنا راح تشوف في الفيتيار اللي يحكي القضية بالتفصيل، ونشوفوا اسكو راهي رايحة تتأثر. ما نسحق ندير لي والو، نسحق غير وليدي نشوفه برك، نسحق غير وليدي، هذا ما نسحق. إذا منيرة، شفنا ملخص لهذه الحلقة وتحضر معي خالتي الزهراء. نقول لكم مساك بالخير خالتي الزهراء. مساك الخير وليدي. يعني كما شفنا حكايتك في الفيديار، وش قدر تضيف لنا خالتي الزهراء على ما شفناه يعني في هذا التقرير؟ استغفر الله يا رب، استغفر الله. واش نضيف لك يا وليدي؟ هاك تشوف، أنا حكايتي حكاية. أنا كنت لاباس عليا. نعم. بعد ما توفى زوجي راك تشوف ولادي خلاولي في زوج. السيده اللي لعبت دور الام ديالي راهي تحكي لهم موسره لها معايا بلي ديتاي وتسيي تغيد الضيوف ديالنا. عرفت بلي وليدي خلاص راح لي، وانا كي سمعت بالحصه تاعكم جيت لعندكم. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ربي يهديه ان شاء الله خير خالتي الزهراء وربي يهديه. اذا منيرة، تقدري تشوفي بلي الانسان يقدر يظلم، اي ممكن نقدروا نغلطوا في حق بعضنا، نغلطوا في حق الناس اللي راهم معانا، ولكن الام يعني تترمى بالطريقه هذه وعام ما شافهاش. شوفي بالامر هذا سهل يعني؟ والله العظيم شيء سهل يعني. يماك هذه بدات 9 شهور تعبت عليك، رباتك، ومن بعد يدير لها هكذايا يعني. انا ما عباك راني مانيش مامنه يعني. وصلنا لزمان هكذا يعني حتى اليمات ما نرحموش فيها يعني. يمانا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمح لي، هاد عبالك تشوف هكذا يعني وتكون واش تكون. لا يما قبل كلش ما نديرلهاش ما نضرهاش يعني حتى الدمعة تنزل من عينها هكذا. اسمح لي، أنا كيشت هكذا ما اسمح لي، ماشي هكذا لهاد الدرجة. بلال خويا اسمح لي، ماشي هكذا. يحيى خويا اسمح لي، ربي يهديه. أنا نقول ربي يهديه. شوفوا ظروفه، احنا نسمعوا ظروفه، أنا باليش. إذا نستقبلوا عصام. إذا نجاة تقول لي باللي عصام ما راح يدخل الاستوديو، هكذا على الأقل نسمعوه. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. مرحبا بك. بس عليك. أمورك مليحة عصام؟ شوية صافا. شوية سيدي، ربي يجيب الخير إن شاء الله. الحمد لله. أي مدة احنا نحوسوا نتصلوا بيك، راك معنا اليوم. صحتك لاباس؟ السلام عليكم. عصام، حياتك الشخصية يعني قالوا لنا بلي راك متزوج وربما رزقت بطفل مؤخرا ولا بنت. وي وسيم. الله يبارك. شحال عندك من اللي زوجت؟
عندي واحد العام وشهرين هاي. عام وشهرين. 14 موا. عندك جبت ولد نورمال. وي. ربي يخلي. يعني عصام قل لي شعور الانسان لما يكون عنده ولد، يعني تحس ربما نفسيتك تتغير، يعني من انك تكون يعني شخص عادي لانك عندك شعله راح تستمر يعني باسمك يعني على مدار الزمن. ايه بيان سور، نعم واش بك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اذا عصام عشان نطول عليك بزاف، انت تعرف طبيعه هذه البرامج، هذه البرامج اللي دائما يكون في الطرف الثاني شخص حب يلقاك، حب يمد يعني يد التصافح والتسامح، عسى وعلى ترجع الايام ولا المياه الى مجاريها. شكون اللي راك شك فيه عصام جانا البرنامج تاع اللي فات مات؟ مانيش اللي هكذا. عادي صديقي المشاهد الكريم، نعم تفضل. انا قلت بالك الزوجه ديالي هي. راكم مزوجين وعندكم طفل، يعني كيفاش حتى الزوجه تاعك؟ نون باسكو صراونا مشاكل. ايوا صراو لكم مشاكل؟ من بعد ما زيدت ديتها لدارهم. قالت لي ديني لدارنا باش توقف عليها يماها، باسكو انا عايش وحدي معاها. ايوا ديتها صرا هكذا مشكل بيناتنا. من بعد عطيت لها نديري باش تولي يبسط راسها، وسمعت ريسامون بلي حابه تصالح معايا. قالت لي حابه تصالح، وانت يعني راك قابل هذا التصالح ولا لا؟ بيان سور، بصح افيك دي كونديسيون، يكونوا دي كونديسيون ماشي هكذاك. بس انت انسان مسامح هكذا عصام. بيان سور. اذا انا واش راح نقول لك عصام، نخليك تشوف يعني في الشاشه الانسان ولا الانسانه اللي جابتك معنا اليوم البرنامج اللي فات مات. اذا هي خالتي الزهره يا عصام، اللي هي الام تاعك. شحال ما شفتهاش عصام؟ راك تخمم شحال ما شفتهاش؟ شحال؟ عندي قريب عامين هكذاك. قريب عام، يعني عام ونص. نعم. منير عام ونص ما شافش الوالده تاعو، واش تقولي له؟ تشوفي بلي هذا الامر عادي، واحد عام ونص ما يشوفش الوالده تاعو؟ والله عباك حيرني قسما بالله العلي العظيم. هذه ما تشوفش انا ما نشوفها شهر ما نصبرش على يما. عام ونص ويقولها عادي ببروده الله غير ربي يهديك يا خويا. سمحي لي الاخت الكريمه، دوك اون بو با جوجي حتى نتكونفير كيش نقول، تعرفي واش كاين من الجانب الاخر. صح هذه يماك مهما تكون ومهما واش دير يماك، ما تنساش 9 شهور رفداتك وتعبت عليك ورباتك ووصلاتك راجل اليوم ما شاء الله عليك. الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يسلمك. مين تيك شو تحسي بلي يماك تحبك؟ كيفاش؟ تحسي بلي الام تاعك تحبك؟ هذه باينه يماك. كاش حنانه كيما تاع اليمات. انا هاد الام اللي حاضره لهنايا كيما نقولوا عايش ديما محروم. ملي كنت صغير عايش محروم، حرمتني بزاف عفايس، وكانت دير لا ديفيرونس بيني وبين خويا. عندي خويا دوك بعثته للانجليز، وكيما نقولوا نحكي لكم دوك مادام لحقت لهذا البلاطو جابتني لهنايا. تفضل عصام. نحكي لكم السبه الكبيره اللي خلاتني شغل نحيها، ما نكذبش عليك نحيتها من حياتي. انا كنت حاب نخطب واحد البنت، قالت لي غير هذيك ما تخش لداري، كانت حابه تزوجني بنت خالتي. دوك على جال الام هذه مبرديها، خسرت لي حياتي، حرقت لي قلبي، ما نكذبش عليك. وانا هذه العفسه ما نسمحها لهاش الى يوم الدين. طفله شفتها، طفله طيشه، ماشي الطفله اللي دير كذا. ما تعرفيهاش كاع اصلا. الجيران يهضروا عليها، اقسم بالله ما تعرفها. ما عرفاش الجيران كاع يهضروا عليها، كاع طفله طيشه. خلينا بس دخلنا في موضوع اخر نهضروا عليها. وإعراض الناس. واش تقولي له منيره؟ تشوفي باللي السبب مقنع انه يعني الام لما تفرق بين ولادها يخليها ويروح، يعني واش تقولي له؟ بصراحه والله العظيم كي قاعد يهدر حجاني الضحك، باسكو ماهوش مبرر كامل. كاين نعرف ناس ماشي ميم با يماه مربياته وشربت له المر ملي كان صغير حتى كبر، وتسامح ويقول معليش ما هكذاك ورباتني وهكذاك. يعني ما هيش حاجه يعني تفرق بيناتكم، ولا مش للدرجه انه تروح ترمي يماك ودير لها واش شفت، ولا توصلها باش تبكي. وتانيك اسمح لي ما عجبتنيش كيفاش تهضر بالطريقه اللي تهضر فيها مع يماك، هذه اسمها يماك. صح معليش نقول لك عفسه، انا ثاني ما عجبتنيش الطريقه تاعك. راني نضحك فيكم انا هنايا. كيفاش؟ راني نضحك فيكم، جاك الضحك. ماشي تضحكني باسكو علاش كي قلت باللي نو انا ماذا بيا نصلح بيناتكم، بصح ثاني نقول لك الخطا وين راك غلط وين راك هكذا، باسكو هي جات تطلب منك السماح حتى وانه فرقت بيناتكم. بصح باش تقول نفوت مراه ثاني على يما
ولا فرقت بيني وبين خاوتي، والطريقه تاع الاستهزاء اللي تهضر بها مع يماك ما عجبتنيش بكل صراحه. طريقه الاستهزاء اللي تهضري بها معايا ما عجبتني. مانيش نستهزأ بك. جاك الضحك. لا علينا لا علينا، ما ندخلوا في جدال هنا يعني في بداية البرنامج. إذا معنا فضيلة الشيخ بشير، بإيجاز فضيلة الشيخ، أنت أمام هذه الحالة ماذا يمكن أن تضيف لنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وبعد. الممثل اللي يلعب دور الامام راهو يقنعني باش نصلح الغلطه مع الام ديالي. أنت اللي طلب منها اسمع يا أخي، أتكل على ربي إن شاء الله. أتكل على الله. إذا كما كنت تسمع يعني عصام، هذه رسالة فضيلة الشيخ إليك، يعني لأنه هذا الباب اللي فتحناه يعني منيرة عندنا فقرة قارة في البرنامج هو باب الخير. يعني عصام لو ينقلبه يعني ويفتح الباب راح يفتح باب الجنة عليه، يعني ويرجع للوالدة هذه المحروقة طبعا اللي من خلالها راح يسترجع يعني الأم تاعه ويسترجع يعني الخير إن شاء الله. تشوفي راهو في مشاكل ممكن كبيرة جدا جراء هذا العقوق تاع الوالدين. خالتي الزهرة وش قدرت تقولي له كآخر رسالة؟ وش تقولي له؟ واش نقول له؟ نقول له يا وليدي الله ربي يهديه، ربي يهديك يا وليدي. انا نقول له يرجع لي برك، هذا ما يسحق، ما يسحق الدراهم، ما نقول له على حتى حاجه. انا المهم يرجع لي برك وليدي، سمحت له دنيا والاخره، انا نسمح له وان شاء الله يسمح لي هو تاني ولا غلطت معاه ان شاء الله. يعني الام قلب الام يعني قولوا يرجع لي برك، هذا يسحق يرجع لي وليدي، ما نقعدش وحدي. والله العظيم يعني ها حتى وغلط في حقها وهي تطلب منه في الصباح وهكذا، طلب له يسمح لي. يعني والله المسامح كريم، يعني ما وصل درجة انه تشوف الام هكذا منيرة وش قدرت تقولي لعصام ويسمع فينا الان وراهو يخمم؟ احنا بدنا نزيدوا ندعموا له الحجج باش يلين قلبه ان شاء الله ويرجع كما كان مع ميمته ان شاء الله ويعيشوا في سعاده من جديد. وش تقولي له؟ والله نقول له يعني حاجة الأولى نقول له إنه المسامح كريم، يعني ماك حتخسر والو، هذه يماك حتى وإنه فرقت وهكذا يعني ماك خسر والو إنه تسامحها وترجعوا لبعضاكم واللي فات مات وما كاش كيما الأم. والله مادام راهي في الدنيا باسكو نتمنى لها طولة العمر، بصح حتى بعد الشر هاد كانت تموت وكانت تخسر عباك تندم يعني مادام راهي حية وفي الحياة نتمنى انه يعاود يلم الشمل هذا. اذا عصام سمعت الفضيلة الشيخ وايضا سمعت يعني للرساله الاخيره تاع الام تاعك وترجعوا يعني عائله من جديد وتتناسى اللي فات. اذا فاصل ونواصل. خليك كمارك خليك كمارك خليك. اخي من فضلك من فضلك ريح برا. بلي راسو خشين. يا وليدي عصام يا وليدي يا وليدي ارجع لي يا وليدي، شكرت لي يا وليدي. وش تدري؟ لا قل شبيك شبيك وش بيك؟ صح ما هذه يماك وش بيك؟ واش نهضر معك صح هذه يماك هذه يماك وش بيك انت؟ علاش حرام عليك ولا غير حرام عليك؟ ربي يهديك يا خويا وش بيك؟ ربي يهديك وش بيك؟ ضحكتك انا مخبيره ضحكتك. شي قلت لك ضحكتني ولا بصح علاش استهزأ بيماك؟ هذه يماك لا علاش طبعها بصح حرام عليك هكذا؟ طبعتها اني درت لها تريش بابا اني ساعتها كي طبعتها لك. لا اله الا الله. انا درت لها سومه شابه كي طبعتها. هيا نميرة يا اخي لا في نفسك يا اخي، هذه يماك وش راك دير؟ يا خو وش بيك؟ ما تخافيش الحاجه رانا هنا. اسمع يا خويا شوف هذه يماك هذه يماك حرام عليك وش راك دير؟ راني هنا الحين. ديها تعيش معليش نديرها دوزيام يما ونديرها بالك في مقام يما. نضربها بثقل قسم لله هنايا من فضلك وش بنا عواني اتقي نفسك الاخ. لطيف اروح لطيف. غادا تديها هكذا بعد نجي نضحككم يا مريض انت يا واقيلا. مريض انا ايوا جيبوا هنا جاك المهجوع شفنا لا بعدي ثاني دور توكل يا ربي. اتقي الله. بعد لا اله الا الله. اش بيه هذا؟ اتقي الله في نفسك يا اخي. وش راك دير يا في حب يضربك واخا يا اخي عصام ولي عقلك. وش لا 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 والله روح زوج يا الاخ ربي يهديك.
كنت في زودوكا اديها وعلاش اديها وعلاش دير لي اديها وعلاش دير لي هكذا يا وليدي؟ اطلعي طلعوا هذا مريض لطيف مريض هذا والله غير مريض. هي عيب عليه خلاص سي بون خلاص. وش دخلك انت وش دخلك؟ كيف انا جيت نصلح بيناتكم هذا ما كان هذا وجيت. وانا ضحكتكم ياك ماشي ضحكتني كي قلت تستهزأ بيماك وقلت على جال المراه وما باش وشو المراه تروح وتولي كي ربي حلل أربعة صح هذه يماك لو كانت تموت ما كاش كيفها. ماكش على بالي بلي ما عطيك الصحه كي قلتي لي ها ماكش على بالي بلي ما عطيك الصحه كي قلتي لي ماشي يماك ما ماكش على بالي واش جات تما لا دير كراك يما كراك لا حرام عليك ولا غير حرام عليك. يعطيك الصحه ها علاش جبتيني لهنا ربي يهديك. انت مرض واقيلا بزاف سي بون. من فضلك واش راك تعيطي راتي وش بيك يماك وش بيك؟ ديروا من حاجه فضلك الاخ. شوفي يا تبعدي يا دوك نصدم ديالها وين تصدم دير؟ شوفي ديالها واحد لطيف زوج انا نصدم ديالها ما يجوز. شرط غير ثلاثه اتقي الله. وش راك حاسب في روحك؟ ها؟ وش راك حاسب في روحك؟ من فضلكم بعد وش راك حاسب في روحك؟ ها؟ وش راك حاسب في روحك؟ ما تخلعنيش على بالك ها؟ سي بون هذه يماك وش بيك انت يا بنت؟ او هيا يا اخي يما ايه ماشي يماك جيب لي هذا سمحي لي هذا كنت تبري منه خير ملي تقولي وليدي سمحي لي مع كل احتراماتي نديها بيان سور نديها انت ماشي مربي من الاخر نقولها لك. لا وش غندير له؟ حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم انا هكذا انا الله يعطيك الصحة. وانا جايه وننصح ويماك ما شكون داير فيه وسط ما الله بالك الله يبارك يبارك فيك ما عرفتكش كيف انا كنعمل بدلي موس باش تحول يا خا وانا نعيط وانا مي فريمون والله غير كونسيرت بزاف الشباب هايل صح حرام عليكم سورتو واحد كيكون بنيت وانا حنبكي بكيتيني معاك وقولوا لي كرسي ضرب لك كرسي يا خو تحضر بيه بالكرسي يا خو فيه باش اوصي جامي يجي عندي نخبطوا بالكرسي. هم صحة رمضانكم ويعطيكم الصحة قناة البلاد وتابعونا إن شاء الله في شهر رمضان ورمضان كريم ردوا بالكم. شحال قبلي قالوا لسالم انا محال